هلو، فاكرين يا جماعه الفيديو اللي فات اللي انا كنت بجرب فيه الدبل تيب وقعدت اقصه عشان اجربه على البندانه، عشان البندانه بتاعتي بتقعد تتحرك وترجع لورا وانا لابسه الطرح الموديل. فاكتشفت ايه بقى؟ ان شركيش ده عندهم من الدبل تيب ده اوريدي معمول للحجاب. بصوا عايزه اوريهولكوا. بصوا هو اوريدي معمول ومقصوص جاهز للحجاب، وبعتولي كمان البيبي ليز بتاعتهم بتاعت السكارز. فيلا بقى، اوريدي مقصوصين جاهزين ومحطوطين كده في باك ان انتوا تستخدموهم. ماشي، هم حتى ده المقاس بتاعهم. انتوا عايزين بقى تستخدموا 2 او واحده وات ايفر انتوا عايزين. انا هستخدم واحده وهشوف if I need more، يعني لو محتاجه اكتر هحط تاني. اوكي يا جماعه، بصوا هي ترانسبارون كده شفافه. ماشي، هلزقها هنا بقى. هي اصلا العرض بتاعها حلو قوي. ماشي اهي، وهحط الطرحه بقى عليها. استنى بس عشان يعني ما نقعدش نشيله ونحط في الطرحه فتبوظ. اوكي كده اهي. احلى حاجه انها مش باينه، احلى حاجه ان هي فيها مقاسات ممكن تقصوها. بقى نعملها كده من هنا. تحفه. اوكي انا كده خلصت. اي لاف ات يا جماعه. وعجبني ان هي كان في منهم اللي هم الميني بيبي ليز دول بتوع الطرح، كان في منهم تحسوا وانتوا بتتنط، يعني قصدي وانتوا بتكوا الطرحه بتسمعوا صوت كده كده، اللي هي تحس ان هي بتشد فتل. دي ما بتعملش كده بجد، ما اعرفش ليه، بس انا جربت منهم كتير قوي. جربت لما كان بيبقى عندي فوتوشوتس وبتاع بتاعتي القديمه، بس دي بجد حلوه قوي. واللي هم الدبل تيب دول اوريدي متقطعين وجاهزين ومحطوطين في باك علشان تستخدموه، فتحفه. ابروفد.